تحياتي لكل فريق المغرب، لأسود الأطلسي. تحياتي لكل العرب اللي النهارده كانوا ورا المغرب، واللي أنا كنت واحد منهم. النهارده أسود الأطلس مغاربة وأمازيغ صنعوا التاريخ بدون أي مبالغة، والأول مرة في تاريخ كرة القدم يصل منتخب عربي لربع نهائي كأس العالم. احنا متعودين على بطولة افريقيا، بطولة اسيا، حاجات دي، لكن ان احنا فريق عربي يصل الى ربع نهائي كاس العالم ده التاريخ. منتخب المغرب بعد ما خاض مباراة قاتلة 120 دقيقة ووصل لركلات ترجيح، وصل الى ربع نهائي كاس العالم. يا حضرات، احنا دقنا الامرين. الراجل ده يا جماعة جامد قوي قوي. لا لا لا، اللي قبله اشرف حكيمي كمان جامد قوي، كلهم كانوا رجاله، لكن المرابط ده الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده مش بني ادم، ده موتور. كنا زمان بنتكلم على لاعب كرواتيا اللي هو الرئه بتاع كرواتيا كلها، اللي كان افضل لاعب في كاس في العالم كله. النهارده عندنا واحد عربي هو لا يقل عن اندريه بيرلو، عن اي حد. المرابط ده حد جامد جدا جدا. اشرف حكيمي راجل جدا ولعيب كبير قوي الحقيقه. اشرف حكيمي، اما ده بقى فده البطل الحقيقي الماتش. بونو ده مان اوف ذا ماتش. بونو حارس المرمى اللي صد تقريبا 3 ضربات جزاء تقريبا يعني. النهارده الراجل ده هو اللي صعد بكاس العالم. ده غير انه طول الماتش هو طبعا بونو وقع قلبنا في كام كرة كده اتفزلك فيهم، لكن ربنا ستر بجد واخد مان اوف ذا ماتش. الراجل ده حارس اسطوري في تاريخ العرب وفي تاريخ افريقيا. هذا الرجل صعد بفريقه الى ربع نهائي كاس العالم، وهو رقم لم يتحقق لاي حارس مرمى في افريقيا ولا في العرب، ولم يتحقق انه فريق عربي وافريقي يوصل للدور ربع النهائي ولا حتى اسيوي في كاس العالم. فتحياتنا للمغرب. اشرف حكيمي اول ما خلصت الماتش وفازوا بضربات الجزاء، اما بدر بنون، انا ليا كلام معاك يا بدر، يا بدر يا بدر، خلاص القصه خلصت، يا بدر سجل وريحنا. راح مضيعها بدر بمنتهى البرود. على اي حال اشرف حكيمي بعد كده صلح الموقف كله وسجل هدف رائع جدا. اشرف حكيمي بعد ما خلص الماتش ذهب الى السيده الفاضله والدته للاحتفال بالتاهل التاريخي. ده المشهد بعد ما اشرف سجل على طول الهدف بتاعه اخر ضربه جزاء. اما الابطال بقى دول اللي هم فريق المغرب، اللي هو بعد ما خلص رفع علم فلسطين. نشوف الصورة اللي بعد كده اهو. شايفين الابطال بعد ما خلصوا رفعوا علم فلسطين. ستظل يا حضرات فلسطين حاضرة في قلوب العرب مهما طبعوا ومهما جروا مشايخ التطبيع وزبانية التطبيع. بصوا دول فريق المغرب في لحظة زي دي اللي هي مفترض انك بترفع علم بلدك، على طول رفعوا العلم الفلسطيني وانضم او التف حواليه كل الجهاز الفني والفريق الاساسي والاحتياطي حوالين علم فلسطين وكأنه علم المغرب. اما اثناء الضربات الترجيح في الوقت القاسي قوي الصعب ده، والحقيقه ان الاسبان ريحونا. يعني انا مش فاهم حاجتين. اول حاجه مش فاهم هو ليه فاتح الايربيس على ودني، دي اول حاجه. تاني حاجه بقى انا مش فاهم هو المدرب الاسباني قال انا دربتهم على 1000 ضربه جزاء، فانا افتكرت بقى ان هم الاسبان هيخلصوا الدنيا. ما شاء الله عليهم، ضيعوا الثلاثه، عيموا عن السكه. عشنا وشفنا العرب بينافسوا ابطال العالم في اللعبه وبيرفعوا سقف الطموحات في كل انحاء العرب، وبيثبتوا ان احنا مش اقل من اي حد.